انت مين وبتعملي ايه؟ ازيك الاول؟ انت جايه هنا ليه؟ انتوا اللي جبتوني. كنت محظوظه قوي ان انا وانا لسه صغيره، لسه متخرجه، اشتغل في بيج نيم سيلز. طبعا انا هبدا رئيس قطاع تجاري. الحاج الله يرحمه قال لا احنا صعايده وبنتي في شباب بره، يديك يرضيك. طب ده بيت طلبه مفيش. ايمن منصور اثقلني في ميزان حسناته، او انا مقصره في حق ربنا ان انا مش محجبه. قالت لي ممكن اقول لك على حاجه بس ما تفهمنيش غلط. قلت لها ايه؟ قالت لي انا حاسه ان اللي معطلني ان انا محجبه. كل البنات اللي مش محجبات باعوا. فالكلمه خبطت في قلبي. راحت قالت لي انا بفكر بجديه على الحكايه. هو بص انا عامه عندي سلوجن كده ماشيه بيه من زمان قوي: السيلز يساوي توكل ثم اجتهاد. احنا مش عايزين نقارن تجربتنا الشخصيه بالاف الشباب. في شباب كتير جدا بتقعد بالسنه ما تبيعش، تصرف على الشغل. ده انا لو انا كراشة صبرا بشتغل بياعه دلوقتي انا مش هسلك. انا مش هعرف اسلك معاهم. انا كده انا بياعه، انا افتخر انا بياعه وافتخر. معانا النهارده حلقه مميزه جدا، ومعانا حد من القلائل ومن الناس الناجحه في الريل استيت. بس النهارده معانا عنصر مختلف، عنصر نسائي مختلف، وهي دكتوره رشا صبرا. اهلا وسهلا. الله يسعدك. انت عارفه من اصعب الحاجات اللي بتبقى دايما المقدمه. والله. اوكي، قولي لنا بقى انت مين وبتعملي ايه؟ ازيك الاول؟ انت جايه هنا ليه؟ انتوا اللي جبتوني. شرف ليا طبعا. انا أمة الله الفقيره اليه، رشا صبرا. يا سلام على التواضع. أيوة. يا اسطوره. ايوه. انا خريجه تجاره انجلش وكملت. ايه اللي رماكي بقى هندسه ودكتوره ومكبرنا الموضوع؟ لا ده اقول لك انا بقى احنا انا مكتوب لي في السكريبت ان انت بقالك اكتر من ناس كتير قوي موجوده في الريل استيت. داخله في ربع قرن. لا مش هنقول ربع قرن، دي انت قلت لي ما تقولهاش. لا عادي ولا بس مش باين عليكي كبيره كده. لا الحمد لله يعني كبيره بس ادعي يعني. لا بص، هو الفكره ان انا بدات بدري قوي، بدات وانا في الجامعه. الفكره كلها هقول لك انا من البدايه. انا كنت شاطره قوي في المدرسه وانا في ثانويه عامه وبتاع، وكنت من الناس الاوائل، وراح اجيب بقى نتيجه الثانويه العامه. جايبه كام بقى؟ جايبه 100 وكام في المية. كنت اول كنت اول الدفعه بتاعه السنتين دي اللي هي كان اسمها ثانوي قديم وثانوي جديد. فاكر انت مش فاكر طبعا. اوكي انا راجل انا كنت جايبه 96% الا درجه. الدرجه كانت 4%. كان عندكم التحسين وكده؟ بالظبط، احنا كنا اول دفعه للتحسين. ففي الوقت ده كان كليه هندسه جامعه القاهره بتاخد من 96 بالظبط. فانا كان فاضل لي 1.4% اللي هي درجه. فجات لي هندسه اسيوط. حلم هندسه ضاع، راح قلت اخش تجاره خلاص. فالحاج الله يرحمه قال لا احنا صعايده وبنتي في شباب بره، يديك يرضيك. طب ده بيت طلبه مفيش. فالحمد لله جات لي تجاره انجلش، وكانت بالنسبه لي دراستها سهله وما كانش طموحي يعني، لغايه ما بالصدفه البحته كان حد من اصدقاء والدي الله يرحمه في الريل استيت. كان بدايه بقى الريل استيت تايم شير، تسمع عنه؟ تايم شير. اسمه ايه الاسطوره بتاع تايم شير؟ اسمه خالد النيال. الله ينور عليك. انا كنت بشتغل مع خالد النيال الله يرحمه رحمه الله عليه. اتعلمت في مدرسته كتير جدا. دي فتره الجامعه كلها كده قديمه قوي. طب قولي لنا بس قبل ما نخش في الموضوع ده، قولي لنا انت في شركه ايه؟ ما انا جايبه لك ايه شركه؟ لا عشان الناس اول ما يعني نخش كده، لان انت قليله الظهور. دي حقيقه. يعني اكيد ما بتظهريش كتير. بحب اركز في شغلي. فاكيد يعني الناس لما تتفرج على الحلقه هيبقوا مستغربين مين بتعملي ايه. انت فين دلوقتي؟ انا حاليا بشتغل رئيس قطاع تجاري في شركه اوج للتطوير العقاري. دي مجموعه شركات. عندنا شركه ستارت اب يعني؟ نو ده من 2019. لا في كتطوير يعني. التطوير من 2019. وقبلها ب10 سنين كانوا مقاولات. يعني انتوا بقالكوا كده في الماركت كام سنه؟ يعني بنتكلم 6 سنين. حلو. مطور. وقبلها حوالي 10 سنين 16 سنه مقاولات بالظبط. ونفذنا مشاريع يعني. عندنا قريه سياحيه في الساحل الشمالي اسمها اوندكسا، وسوق بدر بقى والعاشر. هو كان اوندكسا دي قبل الطريق. يس متنفذه. متنفذه وبتتسلم اليومين دول. ده مع تسليمها يعني. جدا. اوكي. وعمارات سيبريتد بقى كتير.
عملوها. انا الحقيقه لسه بقالي فتره قليله من اول السنه معاهم. كويس. فالحمد لله يعني بننتقل من مرحله لمرحله يعني انت في جديدة. الشيفت في الفيس ليفتنج بقى بتاع الشركه، يس. المفروض ان انت يس. تعملي فيس ليفتنج ان شاء الله. فابتديتي بينا، ده ان الحمد شاء لله. الله بشرى جامده جدا. الحمد لله. طيب قبل برضو ما نخش في الديتيلز قوي والخبره بتاعت حضرتك، قول لنا يا دكتور ايه المنتجات اللي تقدر عليها طلب دلوقتي، وليه رحتوا الاندلس في التجمع؟ انا بسال حاجات ان ديتيلز عشان الناس تبقى اتراكتيف، ان هي تبقى عارفه، او نقطع دي ونتكلم عنها بتمنتج بعد كده. لا والكلام ده عادي. أوكي. يعني انا عادي ببقى واخد البرنامج ان يعني الفكره برضو ان هو ذكر فان الذكرى تنفع. فانا لما الاقي اوج بتعمل منتج حلو واجيب دكتوره رشا معاه، رشا صبرا عشان انت تحبي الاسم ده. يس. فمعانا فتقعد فتبقى معروفه باسم رشا صبرا، فاي حد يبقى عايز يشتغل في اوج يكلم، بدل ما يكلم سيلز والشركات فيجي عندك انت على طول، لان احنا منصه يعني نعتبر نفسنا منصه عقاريه. فانت تتكلمي عن المنتج وتقولي ان هو لونشنج من 1/9، عندنا منتجات مثلا في الاندلس، عندنا في بدر، عندنا في كذا ديستنيشن مختلفه، وايه الاكتيفيتي اللي انتوا بتعملوها. فده حاجه تضيف لي وتضيف لك. اوكي. هو يعني المرحله الانتقاليه او الفاست ليفت اللي بتعملها اوج دلوقتي، هي كانت بتشتغل في العمارات السبريتد، وهي قريه اوندكسا. وبقيه المشاريع بقى في الحي المتميز في بدر، مول ايربن من اكبر المولز الموجوده في بدر دلوقتي، هو تحت التنفيذ يعني لسه تحت الانشاء. عمارات كتير في الحي المتميز في بدر وفي العاشر. يعني انتوا اصلا تخصصكم بدر؟ ما فيش حد بيتخصص، هو لا يعني بس الاكتر حتى الان عمل كام مشروع في بيت الوطن وخلصهم وطلعنا، وراجعين بقى التجمع بشكل اقوى. يعني معانا ميني كومباوند لطيف كده، 15 عماره لطاف جيتد ستارت الاسعار من كام؟ يعني دي مفاجاه. يعني هي دي مفاجاه. انا اقول لك احنا هنقسط على 100 شهر. هنقسط على 100 شهر. استلام امتى؟ 4 سنين، يعني 4 سنين تعايش، 3 سنين استلام مبدئي، 3 سنين ونص بالخدمات والفاسيلتيز وهكذا، وكل بقى المرافق وكل الدنيا بقول 4 سنين بدي لنفسي فترة. كويس. انما انا عاملة خطة زمنية انشائية 3 سنين ان شاء الله. انت ليه قررتي تكملي في مجال العقارات مع انك ما جربتيش مجال تاني؟ لا انا ما قدرتش اشتغل حاجه غيرها. ما انا لسه كنت بقول لك، انا لما اتخرجت بقى في 2002 وقررت ان انا اسيب التايم شير وانديب اكتر في العقارات. اللي خلاني اصلا اشتغل في العقارات هو حلم المهندسه. انا كنت عايزه ابقى مهندس ومهندس مدني. ايوه فتبقوا اسمنت يعني حضرتك. فعشان كده لا، انا ايه اقرب شغلانه لده اتجهت للعقارات. فقعدت كتير قوي اشتغلها واشتغلت. كان حظي كنت محظوظه يعني، كنت من الناس القلائل ساعتها اللي قدرت اشتغل في بيج نيمز وقتها. يعني انا بدايتي كانت مينا مع المهندس فتح الله مع المهندس فتح الله فوزي. وكان يعني معظم الناس الافاضل دلوقتي في رؤساء القطاعات واللي اكبر منهم واللي خرجوا كانوا زمايلي في التوقيت ده. ما طولتش فيها كتير الحقيقه، بس بعدها طلعت على محطه مهمه في حياتي. وقتها كانت من حتى الان من الشركات اللي ليها اسم وسمعه طيبه. وقتها كانت من شركات الصف الاول. ايوه طبعا. تبارك هولدنج. يعني انا طلعت من مينا على تبارك هولدنج. فكنت محظوظه قوي ان انا وانا لسه صغيره لسه متخرجه اشتغل في بيج نيم سيلز. طبعا انا هبدا رئيس قطاع تجاري يعني طبيعي. ايوه يعني سيلز وبعد كده تبارك بقى. انا قعدت فتره طويله في يعني انا ممكن اقول لك المحطات الرئيسيه في حياتي. طبعا انت عارف اما اشتغل لي 25 سنه في ما تقوليش على نفسك كده والله. 20 سنه يديك العمر 25 سنه والله. ربنا يخليك. ابتسامتك والله. ربنا يخليك. فلما اقعد الوقت الطويل ده اكيد على فكره مش بعكسك. انا فعلا يعني اول مره نقعد مع بعض عشان جوزك والولاد برضو. بس انت فعلا بشوشه لابعد الحدود بجد والله. ما هو هند كانت بتقولي ده احمد قلقان انك بقى دكتوره وكبيره وكده واتمه، ما يعرفش انك محمد. مش محمد ماشي سوري محمد. ما هي رحاب بقى لا بس رحاب دي كانت بره الهوا. رحاب دي كانت بره الهوا. انا جوه دلوقتي. بس عندي احمد ومحمد عادي يعني. محمد قولي لي سحرتي عادي عشان نبقى اصحاب. ماشي سحرتي تمام كده. دكتوره رشا صبرا. دكتوره رشا شفتي؟ ماشي. فهي الفكره كلها في ان
لا انا حبيت بقى المجال خلاص يعني. انا اشتغلت اتنقلت كتير، بس على فكره انا من المدرسه اللي هي الستيبل. انا قعدت في مكان وارتحت فيه ونجحت لا هم فيه. كل البنات كده. لا مش شرط على لا فكره. لا لا كل البنات كده الا مؤخرا بقى يجروا ورا اللونش، عشان هم اكتشفوا ان ممكن يعمل فلوس لو نط من هنا لهنا لهنا. انما البنات، انا اشتغلت بقالي 13 سنه بشتغل في الماركت، ما شاء الله. وعندي شركه بقالي بنش 13 عليك. سنه. اه اوكي. البنات دايما بيقعدوا اكتر من الولاد. الولد دايما بيتلعب له في دماغه او بيبقى هو اكتر. بس انا بشوف ان ده حاجه هيلسي، ان انت لو قعدتي في مكان وانت سيلز اكتر من سنه انت ما بتتعلميش حاجه جديده، لان هي دوره السيلز بقت دي سنه. حقيقه صح. سنه دي كتير يعني. انا بس ده النهارده مؤخرا يا سحرتي، زمان ما كانش الموضوع كده. احنا كنا زمان صغيرين قوي طبعا طبعا يعني، طبعا. كنا قليلين، كنا عدد ايوه محدود من ما الشركات هو النهارده اصلا. الشركات كتيره جدا، وكله بيسمع اوفر احسن من الاوفر اللي هو فيه. انا مدي مثلا في الشركه 7 بياخد هو 17. انا عندي ولد لسه مقابله في التجمع بيتنقل من شركه لشركه، وهو عندي كان بياخد 4.5، هو النهارده محطوط له 18,000 جنيه في الشركه اللي هو رايحها جديد. ما شاء الله. وما عداش 6 شهور. اقول اسمه؟ لا مش لازم ماشي. بس في الاول في الاخر هو اصلا عندي ما اثبتش النجاح اللي هو ياخد فيها 18، اللي هو صحيح. زي اي حد قديم. بس هو يمكن رزقه وهينكشف قدام او ما بينكشفش، بس هي في الاول في الاخر ارزاق. وان هو يدور بالسرعه دي من غير ما ياخد اكسبيرينس تاهله ان هو يقدر يعمل مبيعات قد ال 18 اللي بيخش له، فهو مش هيقدر يفيد قدام. بص هقول لك الحاجه سحرتي، هي دي مش قاعده، خلينا نبقى متفقين. البياع الشاطر طول ما المكان فيه فلوس، فيه بيع، فيه شغل، الشركه بتقدم له منتج محترم بسعر تنافسي بطرق سداد منتظمه، الماركتنج شغال له كويس، بيدخله دخل، مش هيتحرك. ودي عن تجربه يعني. انا في شباب قعدوا يشتغلوا معايا 6 سنين ما مشوش. ده في خلال الثلاث 4 سنين اللي فاتوا؟ في خلال الخمس 6 سنين اللي فاتوا دول. لا اظن الثلاث سنين اللي فاتوا دول الموضوع مختلف ومرعب. قاعدين حتى الان يعني، حتى في المكان ده انا مشيت وهم لسه قاعدين. والله في ده مكان ايه بقى اللي بيبيعوا؟ ما انا ناخدها كده. لا اخر مكان ستوري. مين اخر مكان اللي انت سبتي فيه الناس لحد دلوقتي بقى لهم 6 سنين؟ المنصور ديفلوبمنت. الناس دي بتعرف تحافظ على الهيومن ريسورسز بتاعتها كويس جدا. مناخ من ضمن المحطات برضو خلينا اكلمك تبع المحطات، محطه ما تتوهنيش. ماشي. يعني انا اشتغلت في كذا شركه، بس انا مش من الناس اللي بتروح تقعد شهرين 3 وتمشي. مش من الناس اللي بتنط على اللونش اللي بتاخد اللقطه. انا مش من ده، من وانا بياعه حتى الان. انا بدخل لميشن معينه طول ما انا مرتاحه في المكان ده، وبيضيف لي وبضيف له، والدنيا وين وين سيتويشن. انا قاعده ما عنديش مشكله ان انا بتحرك امتى لما يحصل خلل. المنصور ما كانوش بيشتغلوا مع بروكر؟ لا مؤخرا دخلت البروكر. ايه ده؟ خليني... كنت دايركتور في المنصور؟ يس. انت خليني طب استرد لك. لا انا عايز انا فضولي قاتلني. طيب بص يا سيدي، خليني الاول اكلمك عن هما 3 محطات مؤثرين في حياتي من ضمن شركات كتير، مش كتير قوي يعني، انا مش من اللي بتحب التنطيط يعني، بس خليني اقول لك ان انا اتحركت. بس اكتر 3 شركات اثروا في حياتي ومحطات رئيسيه، لاني عملت فيهم قصص نجاح على المستوى الشخصي والمهني عالي. كانت رقم 1 تبارك، لاني كنت اول مره ابقى مدير معايا تيم، وكنت بادئه عندهم سيلز رب اللي هي بيسموها BC دلوقتي. فان انا اوصل ان انا ابقى برانش مانجر وعلى الفرع الرئيسي ومعايا تيم كبير في شركه كبيره. تبارك دي اللي بتبيع 90 افنيو؟ يس. قعدت معاهم سنين طويله كتير يعني، تدرج وظيفي وبنجح وبتطور. فليه لا، فضلت معاهم فتره طويله. فمن الناس المؤثره جدا مستر علي الشرباني، ربنا يديله الصحه يا رب، يعني من الناس الجميله حتى الان علاقتي بيه طيبه. تقولي له ايه بقى؟ قولي له في الكاميرا يعني. اقول لك وحشتني مستر علي بجد يعني. هو كان الله في عينه، بقالنا كتير ما تقابلناش، بس ابويا يعني انا اتعلمت على ايده الحقيقه، ودعمني كتير جدا وانا صغيره انت لسه صغيره بس ايه وانا بقى صغيره قوي. وانا صغيره قوي دعمني جدا ووقف في ظهري وخلاني ابقى مديره بمنتهى الامانه يعني. هند وهي بتقولي ما لما قالت لي ان انت بشوشه ولا مش هتبقى دكتوره وكده، والله ما كنتش مصدق ان انا قاعد قدامي. حتى انا عمري ما اتكلمت معاك في التليفون. انا اول مره لا انا هاخد رقمك. لا عينيا، ده شرف ليا بجد والله يعني فعلا يعني ان شاء الله من اجمل الحلقات اللي انا قعدتها قدام بنت ان شاء الله. يعني انا كل بنت تيجي ببقى حاسس ان انا ما اقولش كده. لا انا بنت باتيتيود رجاله عادي. خليه يقول ماشي حاضر. عايز اقول لك ان انا بتحايل على بنات ان هي تيجي بيبقوا مكسوفين، مش يعني هما بيبقوش حاسين ان هما ممكن يطلعوا حلقه حلوه.
انا بجد انا يعني محاضر على فكره. واو. انا بدي طلبه Amazing يا ماجستير أسطورة. في احدى الجامعات الخاصه، مم. مش هقدر اقول اسمها. ليه مش هقدر اقول اسمها. ليه هي عليه مراقبه ولا ايه؟ لا بس يعني خلينا جنب الحيط يا سحرتي. ماشي. خلاص، خلينا أوكي. جنب الحيط. ماشي. فخليني اقول لك بقى على تجربتي او المحطه التانية المؤثره بينهم. طبعا في 10 اكتر من سنين. تجربه. مم. لا يعني بعد تبارك في كذا تجربه لغايه لما نزلت رحت المنصور. رحت وقتها كنت سيلز مانجر، ما كنتش لسه دايركتور حتى، بتيم يعني زي كل اخواننا المديرين البيع يعني. مم. المنصور محطة الأروع في حياتي، ياه. ولا كلمة. يعني فلوس ولا كل تعليم؟ حاجة كل حاجة كل حاجة. يعني بغض ده انت عملت النظر. فيها فلوس كتير. الحمد لله الحمد لله يا سحرتي، ما بنقولش كده يا سحرتي. الحمد لله الحمد لله. لا بص، هي الحياة مش فلوس بس على فكرة، ما الفلوس بتتصرف على الحوادث وبتتصرف على الرعاية بكلمك بجد والله. ده حوادث ايه بس؟ خلي بالك يعني هي احنا كبني ادمين انواع. انت ممكن الفلوس تساعدك تساعدني بنسبه اعلى او اقل. صح. هي الفلوس مش سعاده، هي الفلوس وسيله مم. مهمه، بس بالنسبه لرشا صبرا هي مش أحلى رقم رشا- 1. احلى رشا صبرا دي ولا ايه؟ ايه رقم 1 دي؟ نمبر 1 اوعى المونتاج. لا انا بالنسبه لي المنصور كانت المحطه الاروع في حياتي، لان انا كومبليتلي ديفرنت. دخلت بني ادم وطلعت بني ادم تاني خالص. مفرمة. دخلت جدا مدرسة قوية بجد، رغم ان هي بتبان في السوق ان هي مش بيج نيم. لا بس المنصور من افضل الشركات اللي موجودة النهاردة في السوق على كل الاصعدة. المرحلة اللي بعدها انت ما كلمتيش عن دي اوج بعد كانك ايوه لعيش. ايوه بس انا يعني طالما ذكرت المنصور ففي شخص لازم اتكلم عنه. مين؟ الله يرحمه ورحمة الله عليه، المهندس ايمن منصور. لا ده دويني برضو اتكلم عنه. ايمن منصور اثقلني في ميزان حسناته. مم. رقم 1 هو اللي كان السبورتر الاول ليا في ان اكمل دراستي. انا رايحه لهم بكالوريوس تجاره انجليش وبس كده، ومتخرجه من 2002 وانا معاهم بقى في 2017 تقريبا او حاجه كده. فايه لا لازم تدرسي، لازم تكملي. اتعلمت منه كلها يعني، اتعلمت منه التجاره، اتعلمت منه ازاي ابقى ماسكه اكتر من فرع باكتر من تيم. اتعلمت منه حاجات كتير جدا يعني، الله يرحمه ويغفر له يا رب في ميزان حسناته. ومش انا بس اللي بحبه، مفيش حد صح اتعامل معاه ما حبوش، كان حاله. ايمن مأثر فينا لغايه النهارده، وبقى له 4 سنين تقريبا متوفي، بس لغايه النهارده تقريبا ما بيعديش اسبوع لا لازم افتكره واترحم عليه وتصدق على روحه. حد جميل اثقلني كانسانه والمنصور عامه كانت تجربه بالنسبه لي. لا طلعت من مديره فريق لمديره فرق لمتطلع لرئيس قطاع تجاري. قدرت اخد خطوه ان انا طبعا، وقدرت اخد خطوه ان انا جاهزه النهارده ان انا ابقى رئيس قطاع تجاري. انا مش بياع بس، لا انا اقدر ابقى مدير لخدمه عملاء والاوبريشن والماركتنج والسيلز، واقدر احط استراتيجي واقدر اقوم شركه. فده كله كان بفضل طبعا ربنا اولا واخيرا، ثم اجتهادي. انا اجتهدت، اشتغلت على نفسي. كان لازم تعمل بالانس بين حياتك، وخاصه ان انا انثى ست، مش راجل. ازاي اصلا عملتي يعني توازن ما بينك وما بين انت عندك بيتك، ولادك، دراستك. انا قعدت 5 سنين ادرس ماجستير ودكتوراه ودايركتور لشركه ما شاء الله كبيره، بتلونش 3-4 مرات في السنه ميجا بروجكتس مع عدد بياعين كبير ومشاكل وتقل في الاداره تقيله جدا ومعقده. وكان الحاج محمد منصور مكهربني حبيبي، ابويا الروحي. يعني الحاج محمد منصور هو مش مجرد صاحب شركه وانا موظف، لا لا لا، الراجل ده دعمني كتير جدا في حياتي الشخصيه ويفضل على راسي طول العمر يعني، ولا كلمه. الحاج محمد منصور ابويا، برغم ان فرق السن بينا مش كبير، بس هو في مقام ابويا. ابويا توفى، بس دايما كنت بقول له انت الاب الروحي جدا لينا كلنا، ربنا يديله الصحه يا رب وتفضل شركته منصوره. قولي لنا بقى طيب على اوج بقى المحطه الاهم دلوقتي في حياتي. لان انا طبعا عندي تحدي، دي مش اول شركه اكون فيها رئيس قطاع تجاري، دي التجربه الثالثه ليا. ولكن هي الاهم
لان انا النهارده بتنقل بيهم على بريدج، فان شاء الله هبقى قد المسؤوليه. النهارده هم طالعين من كاتيجوري عملاء وديستنيشنز معينه، داخلين على شغل اتقل، واثقين فيا ان شاء الله بقد الثقه بتاعتهم باذن الله، واقدر اعدي بيهم بر الامان يعني. ناس لطيفه جدا، عندهم فكر، عندهم تطلع، عندهم محفظه قويه للاراضي والانشاءات، وعندهم محفظه تقيله، مش داخلين يخبطوا. فده من ضمن الحاجات اللي خلي بالك برضه يا سحارتي، انت بعد ما بتقعد فتره طويله في السوق وتثقل نفسك بقى علميا ومهنيا وهكذا، بتبقى اختياراتك في اخر حياتك المهنيه، لان خلاص يعني احنا بنتكلم في 5-6 سنين، فاهمني؟ بتبقى صعبه، بتبقى حساسه جدا. انت بتبقى عارف انت رايح فين، رايح تشتغل مع مين، رايح تعمل. انت بتكتب بالفصول الاخيره في قصه حياتك المهنيه، فلازم تختم القصه ختمه حلوه. فده طبعا خد مني وقت كتير لغايه لما ربنا اكرمني بيهم. طبعا يعني هم اختاروني وانا اخترتهم برضو. بس الحمد لله متفاهمين جدا، وشي كان حلو عليهم وهم كمان وشهم حلو عليا، وعملنا شغل كويس. انا ما بقاليش كتير معاهم، بقاليش شهور يعني. كل حياتك حلوه، مفيش لحظه خذلان بما انك ست؟ يا لهوي ايه، لا عايزين حلقه واحده بس، عشان احنا لو فتحنا في السواد مش هنخلص. لحظه واحده بس. ما هو انت قلت سواد يعني، هو مفيش حد حياته بتمشي سموز يا لحظه سحاتي. الخذلان اللي جت في دماغي لما سالتك السؤال. لحظه الخذلان، ولا كله بيجي في صفك عشان واحده ست هتعيطي؟ لا ده مين ده؟ نيفر. مش انا. بص، هو لحظه الخذلان بتبقى صعبه. طبعا لا، في بص طبيعي اتخذلت كتير من حياتي، بس بغض النظر عن ان انا اذكر. اقول على الاسم ولا لا؟ ده مش خذلان. لا ما تقولش بليز، ما تقولش. انت عارف ولا ايه؟ ما انت لسه قايله. لا بص، هو الاسم طبعا اللي قلت لك عليه مش لا خلاص، لا مش هنقول كده. اتخذلت حقيقي. طبعا اتخذلت من حد كنت بثق فيه جدا، ويعني وانا بنيته وهو حاول يهدني، بس ما تهددش. ليه؟ عشان في ظهري ربنا. حلوه دي، واللي فيها لله ما بتغرقش. لا بس ما اعرفش النوايا كانت ايه، بس هو يعني نتقابل في الاخره يعني. انا حتى الان مش مسامحه anyway يعني. في طبعا اتخذلت من حد يعني. اصعب خذلان بقى اللي يجيلك من الشخص اللي كنت بتثق فيه قوي، اللي هو انت مديله ظهرك ونايم، انت مطمن، فيطعنك بدون اي رحمه او شفقه او تفكير في انك ممكن تتاذي من الطعنه دي ازاي. ضربه يعني. انت متخيل مين اكتر حد ممكن تثق فيه؟ مين ممكن اكتر حد تثق فيه؟ لا ما بثقش في حد. المهم انت تقولي. ولا حد من ماما، اخويا، اختي؟ يا حد من العيله؟ لا. طب ايه؟ عيلتي جميله. ايه طيب؟ حد كنت بتعتبره كده يعني، حد بتعتبره هو اخوك، اختك، بنتك. ما انا مش عايز اعك. قولي لنا مين انت. هتقعدي مش في السسبنس. انا مش هتقولي لي، انا هتقولي للناس. لا هو حصل لي طبعا دروب كبير جدا في حياتي، وحد كنت بثق فيه جدا 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 وبحبه جدا. ياه ده انت هتسيبي فضول الفانز. هو مين؟ وخذلني جامد قوي. ويعني زي ما قلت لك، انا اللي بنيته وهو كان عايز يهدني، بس الحمد لله يعني. عارف انت لما بتقع وتقوم تقف بسرعه، وكانت الوقفه طب أقوى. حد في المجال، حد بره المجال؟ لا. حد من الاسره؟ لا الاسره حبيبتي يعني، اخواتي ومامتي لا احنا زي الفل. شبهتي لا انت يعني لحظه الخذلان جات لك من حد قريب منك، بتعتبره اهلك. بتعتبر الحد ده من دمك. يعني عايزه اقول لك ممكن خلينا نشوف دكتوره رشا صبرا بتعمل ايه في البراندنج بتاعها. يعني انت ليه ما بتظهريش؟ ليه ما بتتكلميش؟ ليه برضو بقالك عمر كتير، والناس دلوقتي بقت تاخد السوشيال ميديا ان هي بلاتفورم يقولوا عندهم اكسبيرينس، يطلعوا في فيديوهات يقولوا الكلام ده؟ ليه ما بتعمليش؟ والله بص اقول لك حاجه، هي مدارس. بغض النظر مين الاصح يعني، هي مدارس. انا مدرستي الصح، مدرسه حد تاني الصح. انا ما بقيمش، انا بتكلم على وجهه نظري وقناعتي الشخصيه يعني. ايه بقى؟ في ناس بتحب يعني، خلينا نتكلم على الشاطرين، احنا مش هنتكلم على الناس اللي مش شاطره، احنا هنتكلم على الناس الشاطرين.
في ناس بتحب تشو شطارتها دي، وفي ناس تاني لا بتكتفي بنجاحاتها الماديه والمعنويه، وفاهمني انا تمام. لا بس ده مش مواكب الحدث، لان الديناصور انقرض مش عشان هو مش اقوى حاجه. ممكن اسالك سؤال؟ لا انا اللي بسال هنا. لا انا اسال انا عايز معاك بس عادي. اجاوب هاجي يا معاك دكتور. في الاسئله. انت مجاوبي على السؤال ده واسالي اوكي سؤال. يلا بينا. النهارده لو انت ما واجبتيش السوشيال ميديا هتبقى انت من الجيل القديم. فالنهارده معنى ان احنا قلنا لك تعالي البرنامج وعايزين نعمل شرف ليا والله. عشان احنا في الاول في الاخر السوشيال، يعني احنا دايما بنشوف CCO او الناس اللي موجوده كده، مع ان في اسماء كبيره جدا زي مثلا انا مش عارف اسماء، بس اللي في الشام طلعت مصطفى دي واحده ست. اللي في انت قلت شركه ايه؟ بيراميدز انت قلت ايه؟ واحده ست مش عارف اسماء. اي مش فاكر اسمها هو ده دلوقتي. سؤالي يا سحرتي. البيج نيمز اللي بجد مين الCCOs بتاعتهم؟ لا في يعني انا اعرف هشام نجيب مثلا بتاع حضرتك لافيستا. تعرفه؟ هو لا بيطلع؟ بيطلع اكيد، بس في CNN ما بيطلعش على على السوشيال ميديا بتاعته. لا هو مش فاضي اللي يعمل الكلام ده، بس في الاول في الاخر ده بقى حجم من السوق موجود ولازم تعمليه. بص مش كلنا يعني انا ممكن اكون انا مش عارف ده سوء تقدير مني، بس هو مشهور جدا. يعني لا هو في يعني في انا ناس كتير. وفاء العربي مم. في طلع في بيراميدز، ما مشهوره جدا، واحده ست. بس انت بتشوف لها فيديوز وبتشوفها على المنصات وبتشوفها كده. ما يمكن لا مش بشوف بس وزيها كتير هتلاقي كل الناس المقله في الظهور مركزه في شغلها، ومع احترامي الشديد توقعنيش في الغلط. ده معناه ان اللي بيطلع لا يا فندم، ما انا معاك اهو، انا طلعت برضه. بس هي الفكره في ايه؟ ان هي مدارس. وعلى فكره ممكن جدا يكون اللي بيطلع ده الاشطر، ممكن يكون اشطر واذكى. ليه؟ لانه بيقدر يماركت نفسه زي ما حضرتك قلت، ان هو يبقى دايما متشاف ويبقى دايما مطلوب بلا بلا بلا. بس انا مقتنع بشيء، ورزقكم في السماء وما توعدون. انا رزقي نجاح فلوس ايا كان انا اخده. انا بتقي ليه؟ اسالي بقى، كنت عايزه تقولي ايه؟ هو ده السؤال. هو ممكن منديل. هو ده السؤال. هو ايه الشركات البيج نيمز فين الCCOs بتاعتهم؟ انا دلوقتي معايا كام حد من الناس التقايل يعني، وكلهم على فكره باي ذا واي او معظمهم يعني حبايبي، وبنتقابل ونسلم على بعض ويعرفوني واعرفهم، بس يعني مش صحاب يعني، او ما عندناش وقت ان احنا نبقى صحاب لهم ولا انا. بس في اسامي يعني انت مثلا مين الCCO اللي موجود في الماركت دلوقتي تعرفيه ويعرفك وبيطلع على السوشيال ميديا؟ لا كلهم تقريبا. مين؟ اديني 5 اسماء عشان ما تنسيش معتز شلبي، اه اخويا الكبير يعني، ولا كلمه باخد رايه دايما. يعني معتز مديول انا بحبه جدا، ودايما بقول له يعني انت قدوتي، خلي بالك. وده مش عيب ان انا اقوله، برغم ان احنا تقريبا داخلين مع يعني احنا كنا في توقيت واحد في مينا تقريبا، بس هو يمكن اشطر، قدر يرانك الدنيا بسرعه وطلع ركب. لا والله طبعا. معتز مدير قطاع تجاري، وانا لسه كنت سيلز مانجر وسيلز دايركتور. فمعتز جري قبلي، فليه ما خدوش قدوه؟ بالعكس حلو جدا والله. ده وخلي نجاح بالك منك هو والله. اللي شجعني ولا على اسطوره ولا متكبره ولا اي حاجه. لا لا ده لا هو خالص. فعلا منتهى التواضع. لا وبكلمه دايما لما بكون داخله على خطوه جديده باخد رايه، وهو انسان جميل جدا معايا الحقيقه. لا يعني هو جميل. عايزه اقول لك بقى تعرفي حاجه، الوحيد اللي سبورت الفكره دي، من اول الناس اللي سبورت هو معتز. انا ما شفتش حلقته بس هشوفها. لا ده في سيزون 1 هو ومعتز وكريم وناس مشهوره جدا. اقول لك بقى على حاجه كمان، معتز كان ضلع اساسي في دراستي للMBA. ولما اتقابلنا مع بعض في حفله التخرج، هو كان متخرج من نفس الجامعه اللي انا خدت منها الMBA، وكنا احنا الاثنين في حفله التخرج مع بعض. كان هو بادئ دراسه الDBA، شجعني وقال لي كملي. قلت له يا معتز، كنت لسه بقى سيلز دايركتور، قلت له معتز انا هعملها ازاي دي؟ قال لي بصي هي تقيله وهتاخد منك وقت وهتاخد منك مجهود، هتاكل منك، بس هتضيف لك كتير جدا. كنا قاعدين على الستيج يعني ندهوا اسامينا وبيكملوا بقيه زمايلنا وبنتكلم انا وهو جنب بعض، فبيقول لي لا يا رشا يلا ادخلي وانا معاكي، ولو عطلتي انا معاكي. وقد كان. انا عايزه اقول لك تاني يوم الحفله كلموني من الكليه، سجلت معاهم وحولت ديبوزيت ودرست، يعني بدات الدراسه فورا. ومعتز من الشخصيات. معتز ومين ببعت له سلام معتز. مين تاني؟ محمد الدواني. محمد الدواني اشتغلنا مع بعض، كان معانا في المنصور تيم ليدر. هو دايما بيقول كده، الست دي كانت سيلز مانجر لما انا كنت تيم ليدر، بس برضو الدواني شاطر يعني.
ولا كلمه دويني. ومامته ومراته واخته صحابي. دي بقى يلا. في حد تاني اشتغلنا مع بعض انا ودويني فتره كبيره، سنه ونص تقريبا مش فاكره، بس كان كان هو وقتها في المنصور ماسك الجزء بتاع الاندايركت بروكر، فهو اشطر، قدر برضو يركب كرسي زي ما بنقولها باللغه بتاعتنا يعني مدير القطاع التجاري قبلي. فقدر يماركت نفسه كويس وقدر يثبت نفسه. وعايزه اقول لك ان لما بنتقابل في معرض او بنتقابل في حفل او حاجه وبيتكلم قدام الناس ويقول لهم الست دي كانت في يوم من الايام مديره المبيعات وانا كنت تيم ليدر، ده تواضع منه لان هو بقى مدير تجاري قبلي، مدير قطاع تجاري قبلي. ولكن انا ببسط ان النهارده يعني ممكن يبقى حد انت اضفت له في يوم من الايام يسبقك، دي حاجه حلوه، فعادي يلا بينا. ودايما بينصحني بان انا اشوه وهكذا. بس انا ما في واحمد الجزار ومحمد الجزار عرفتي بيه سطحيه شويه، بس اشتغلنا مع بعض شويه وبنتقابل، ويعني لطاف يعني. كان ماضي مع شركه معاه ما عملناش ولا بيعه مع بعض صحيح، بس هو ساب قفل لسه ابدا شغل معاه. ربنا يوفقه يا رب في مكانه الجديد. من الشخصيات المحترمه. يمكن علاقتي بيه مش قويه قوي، بس بنتقابل بنسلم على بعض. صديقك الصدوق وايه الاسماء اللي انت تعرفيهم في شركات البروكر؟ لا لسه في شادي زيات وفي ناس تانية عشان ما يزعلوش مني اقول لك بقيه الناس الاول وبعدين انت لازم نكمل يعني. عندك الحداد، احمد الحداد طبعا من الشخصيات الجميله. وانسان بشوش كده برضو. بس خلي بالك يعني انا علاقتي بالناس دي كلها برضو في حكم ان انا ست وعندي مسؤوليات كتير ومشغوله طول الوقت، فعلاقتي فيهم بتبقى حفلات. حكم السن برضو يا دكتور، حكم السن انت فاهم يعني. انت اصغر منهم بكتير. ايوه ورحاله. يعني كل الناس دي وكلهم صحابي على الفيسبوك وبنعني بعض وبنتكلم مع بعض وبنشوف بعض في مناسبات بنسلم على بعض. واسامي تانية كتير، كريم مأمون. مين تاني؟ نتكلم على البروكر بقى شويه ولا عايزه تفتكري حد كمان قبل ما احمد سالم شيخ العرب من الناس برضو. كل دول طلعوا معايا حبايبنا يعني. انت عارفه كده ولا لا؟ كل دول طلعوا معايا والله فعلا. هم منافسين ليك صحيح؟ لا مش منافسين خالص. انا في البرنامج ذكر فإن الذكرى تنفع. انا قلت لك فكره البرنامج ان احنا مش هدفنا اي ربح قد ما احنا نسيب ذكرى لاولادنا او للناس عايزه تضيف في المكان، لان انا معترف ان الدنيا فيها خير وشر صحيح. فاحنا نبقى خير على الاقل. الشر كل واحد لما بيطلع ويمسك تيك توك بيوصل، احنا نبقى خير على الاقل في يوم من الايام صوتنا يوصل. بس انا مش محتاج اي حاجه من حد قد ما احنا نقول معلومه اضافيه اللي هي الاصول اللي انت قلتيها دلوقتي، ان دويني بيقول ان انت الست الرئيسه اللي كنت على دماغه، وان هو سبق او انت بتقولي ذكي برضه ابن اللذينه بيكسب احترام وحب الناس بالجمله دي دايما بيقولها يعني. ومعتز مثلا ان هو كان معاكي في مينا وهو خد كل ده اصول. ان انت ما تقوليش يا ده بص هو الدنيا، اصل في ناس بتقول كده في الماركت. لا هم اجتهدوا. خلي بالك برضو انا تعطلت فتره كبيره يعني انا عندي اولاد الحمد لله، ربنا رضاني يعني الحمد لله. عندي بنت وولد يعني زي كل ست مصريه، حملت وولدت وخدت فتره فعطلت يعني عطلت حبه حلوين لغايه لما فكون ان هم سبقوني. هو رزق طبعا، بس ما اقدرش اقول مين اشطر. هو كل واحد ليه بالظبط، كل واحد ليه الملكه بتاعته. البروكر صديقك الصدوق ازاي وانت مش معروفه في البروكر؟ سؤال صعب ده. يعني ايه معروفه في البروكر؟ يعني ما حدش اشتغل في المنصور كتير وانت ما كنتيش اندايركت سيلز. مين اللي قال لك كده؟ انت اللي لسه قايله كده ان دويني هو اللي كان اندايركت سيلز. دويني كان اندايركت سيلز مانجر، يعني هو دخل الاول تيم ليدر وبعدين لا هقول لك الحكايه. وبعدين طلع لسيلز مانجر اندايركت. كل شركات البروكر اللي بتشتغل معاكي في اي مكان انت تروحيه. حلوه السؤال دي عجبتك؟ اكمل لك. بعدين لما الدويني خرج ما بقاش عندي اندايركت ديبارتمنت، فانت اللي مسكتي يس. فانا بقيت دايركتور وبقى عندي مديرين المبيعات شغالين دايركت. احنا كنا المفروض نقعد قبل الهوا. ليه؟ قبل التسجيل. ليه؟ ما كنتش هبقى سخن كده لان فضولي انت بتسيريه. حلو اللي هو انا عايز اجيب السؤال التاني عشان اعرف اللي هو لا. طب انت ازاي بتقولي على البروكر ان هم احنا فصلنا بص احنا فصلنا في المنصور الدايركت والاندايركت حوالي سنه وشويه اللي قعدوا من الدويني. وبعد كده بعد ما مشي ما لقيتش حد صراحه يقدر يكوب الموضوع زيه. هو كان عفريت. هو لغايه دلوقتي عفريت طبعا. فرحت خلاص الشباب اشتغلوا كل حاجه. وعايزه اقول لك ان هو من ضمن الحاجات الحلوه في المنصور ان مبيعاتهم 50-50. حلو قوي.
يعني هم مش معتمدين على الاندايركت الا في الفتره الاخيره طبعا، بعد ما بدات المشروعات عندهم تكتر كاداري وتجاري وعيادات وحاجات من دي اكتر مطلوبه مع البروكرز يعني. وانت في الاخر انت لما بتبقى في فرانك مثلا انت سيلز دايركتور او هيد اوف سيلز او كده، انت بتبقى بتعمل استراتيجي وبتنور الطريق لسيلز مانجرز يشتغلوا مع تيم ليدرز، يشتغلوا مع بياعين عشان يحققوا تارجت. انت ما بتنزلش تشتغل بايدك قوي يعني انا من ساعه ما بقيت سيلز دايركتور وانا ما بقيتش اون تيبل مع البياعين والكلاينتس والبروكرز والكلام ده. انت بقى عندك مهام تانية، فاهمني؟ نفس القصه. اصعب مهام انت شايفه ان انت حققتي فيها نجاح، يعني اصعب مهمه اتحطت لك وانت عملتي فيها نجاح من وجهه نظرك، ممكن ما يكونش نجاح مادي، نجاح بس انت شفتي جدا ان التاسك دي صعبه جدا وعملتي فيها المستحيل وشايفه ان انت نجحتي فيها. احكي لنا كده سكسس ده في انهي مرحله زمنيه؟ اي مرحله، اي فكره انت جت في دماغك دلوقتي عايزه تحكيها لنا. اوكي. والله اتحطيت في مواقف صعبه كتير. بص، هو كانت اكبر تاسك عندي كانت انا نفسيا اصلا كنت متدمره فيها وكنت محتاجه حد يواسيني يعني ويسبورت معايا ويزقني يعني اخرج منها، وكان مطلوب مني ان انا ابقى قويه واطلع من عنق الزجاجه بيها. هو وقت وفاه باشمهندس ايمن منصور. التوقيت ده كان الناس كلها متدمره نفسيا، كله واقع لان كل الناس كانت بتحبه وهو كان الدينامو. وما كانش صاحب شركه بس او كان رئيس بس، هو كان دينامو. او ما كانش بينام حرفيا يعني. عارف انت في كل شركه بيبقى فيه جروب واتساب عليه موظفين بتوع القطاع التجاري نتبادل فيه الافكار وهكذا. الراجل ده حرفيا ما كانش بيغيب عن الجروب ده ساعتين 3. احنا كنا بنقول هو بينام امتى؟ ايوه، الفجر بيبعت، الظهر بيبعت، فاهم؟ فهو كان بيحركك انت كبني ادم قبل ما تبقى بياع او ماركتير او سيلز مانجر او تيفر. فلما توفاه الله او يمكن قبلها قعد 38 يوم في غيبوبه، كان الناس كلها في غيبوبه واحنا كان لسه كنا عاملين لونش من شهرين، مشروع ضخم. فالفروع كلها بتعيط، قاعدين سايبين الشغل وقاعدين بيقولوا يا رب يخف وحاجات كده. ولما توفى نفس القصه. فكان دي اكتر تحدي انا وقعت فيه الحقيقه، ان لازم الشركه تقف على رجلها. على فكره باي يعني يعني هو الحاج محمد عارف يمكن الموضوع ده. في التوقيت ده كنت بتحرك. كنت تنقلي من الشركه؟ يس. في التوقيت ده انا كنت جايلي جوب اوفر من الشركات اللي عملت بوم على فكره، سبحان الله يعني. زميل تاني اللي راحوا كنت خلاص هروح معاهم، وكان اتفاقي مع ايمن ان يكون ده على اول السنه، وهو ربنا يرحمه وقع في شهر 11 يعني. كان كملي معايا واول السنه توكلي على الله. بالظبط، لان كنت رايحه على بوزيشن اعلى. فلما ايمن يعني ربنا توفاه كده ما كانش ينفع خالص، لان انا زي ما قلت لك مش بعتبر الناس دي مكان اشتغلت فيه وكسبت فلوس وكسبت خبره وكده. لا انا بعتبرهم اهلي. كان عندك قصه عن الحجاب كده وخايفه تحكيها، ما تحكيها لنا بقى ليه؟ الحجاب محجبه جديده على فكره. انا الحمد لله الذي هداني يعني. بص، لا هو الموضوع جه يعني خليني اقول لك على حاجه. يعني انا بقالي كتير بفكر بجديه ان انا ولبسته فتره كده، كان تربو بيتزحلق لغايه هنا ومش حجاب يعني. حاولت اغطي شعري فتره وما نجحتش في الحكايه دي وشيلته تاني وهكذا. بغض النظر عن الحلال والحرام والفريضه وايه الصح وايه الغلط، انا بتكلم عن قناعتي الشخصيه كرشا يعني. انا شايفه ان الحجاب ربنا فرضه عليا او انا مقصره في حق ربنا ان انا مش محجبه. حلو كده. فطول الوقت انت عندك هاجس بانك انت مقصر بس مش قادر تعدل التقصير ده يعني. الشعري زينة المرأة معروفة، وخاصة بقى لما بتتقدم في العمر يا سحرتي انك انت ايه بشعري طول الوقت كده. يعني اعتقد الموضوع اللي هو ايه، انا بقيت يعني كبيرة بقى بشعري كده، فالموضوع بقى صعب ان انا اغير ستايل لبسي والموضوع صعب. فبس الحقيقة قعدت حوالي سنة اخد في القرار يعني، ووضع ربنا كتير جدا يا رب بقى من عليا بالحجاب وبلا بلا بلا، لغايه ما في يوم كان قبل عيد ميلادي بايام. انا اتحجبت يوم عيد ميلادي اللي فات من سنه؟ لا، من شهر 1 15 واحد. انا عيد ميلادي 15 واحد. ربنا يديك الصحه. ربنا يخليك. فكان اول يوم في الشهر كنت بشتغل يعني في شغلي يعني. دخلت عليا بنوته جميله
على فكره دي كانت السبب الرئيسي في ان انا خدت قرار، نفذت، انا هتحجب يوم عيد ميلادي ده خلاص. عارف انت بقى لي 2-3 اقول لك في رمضان، في عيد ميلادي، في عيد جوازي، في كده، في ثانويه ابويا، حاجات كده اقعد ايه اجيب اي ارقام وايه اللي هو اضحك على هتصلي نفسي بكره. بسوف. الله ينور على حضرتك. بس الى ان في يوم كنا عاملين مبيعات كويسه جدا، وتقريبا الشركه كلها بايعه الا بنت. فلقيتها دخلت عليا: دكتور ممكن اخد من وقتك؟ اتفضلي فلانه. قعدنا اتكلمنا، انا عندي ديفوهات ايه لي، انا مش بايعه، قولي لي طب اشتغلي على نفسك في 1 2 3. وقعدت ايه اسرد معاها شويه كده حلوين. قالت لي ممكن اقول لك على حاجه بس ما تفهمنيش غلط. قلت لها ايه؟ قالت لي انا حاسه ان اللي معطلني ان انا محجبه، كل البنات اللي مش محجبات باعوا. فالكلمه قاطت في قلبي. قلت لها ليه بتقولي كده يا فلانه؟ راحت قالت لي انا بفكر بجديه اقلع الحجاب. عملت زيك كده بالظبط. فبصيت لها كده قلت لها لا طبعا ما تعمليش كده هتزعلي. قالت لي ما حضرتك مش محجبه. قلت لها مين اللي قال لك كده انا هتحجب؟ فانا خدت قرار، انا قاعده يعني مين اللي قال لك كده انا هتحجب؟ راحت قالت لي فعلا. قلت لها انا خلاص انا بحضر الحجاب بتاعي حضرتك. وبحضر هدومي، انا هتحجب يوم عيد ميلادي كمان 13 يوم على فكره. بالعكس اصل انا شايفه حضرتك ناجحه ورئيس قطاع تجاري وشاطره وبتاع، اكيد لو كنتي محجبه. قلت لها البنت دي لا. لسه معاكي لحد دلوقتي؟ لا قلعت الحجاب؟ لا متأكدة؟ الحمد لله. وفي على 4 فكرة لبسه. انا لو يعني ما لقيتش في 4 لبسه. نجحت بالحلقه ان انا ما علمتش حد حاجه من السيزونز اللي انا عملتها وحد سمع ده وتحجب بسببه، احنا هنساب. وده انا نيتي في بص انا الكلام عايزه اللي اقول انت لك على بتقوليه. حاجه سحرتي بغض النظر برضو عن الحلال والحرام والاذان بتاعت ربنا، يعني خلينا دي على جنب. انا قناعتي الشخصيه في حاجه، يعني المظهر ملوش علاقه بالشطاره ولا الديانه ليها علاقه انا بالشطاره. مش راجل متدين، انا مش بتكلم في موضوع التدين، بس بتكلم في ان حاجه بتعف، ان الست لما تبقى دايما في حاجه مخصوصه هي بتعملها عشان خاطر ان هي عارفه ان ده حلال او حرام، هي حاجه بحريه شخصيه، محدش اجبرك ان انت تلبسي الحجاب. بس انت كنت قناعتي حاسه الشخصيه بالظبط. انا قناعتي في الشخصيه الاول في كنت الاخر حاسه ان لو انا حد مقصره. سمع الموضوع ده في توقيت هو ضعيف فيه وتحجب، هو احنا نجحنا. لا انا عايزه اقول لك بقى فوائد الحجاب. يعني احنا كده دخلنا في الشيخه. لا خالص خالص دكتورة. والله. لو انت بتتكلم من زاويه ان البنات الصغيره اللي لسه طالعين وكده، ان ربنا يجعلنا سبب يعني لان هي تعمل حاجه تريحها نفسيا، مش هنقول هي طاعه او وات ايفر. على فكره هو راحه جدا. يعني انت قاعد، انا كرشه مثلا مستنيه ملك الموت في اي وقت، انا هقدر اقبض على شيء انا مرتاحه فيه. بصلي بلبسي. انا اول كنت باخد بقى اسدالي من هنا لهنا واسوي شعري واتوضى، لا ده انا عامله شعري وهيبوظ من الميه وممكن تاثر في الصلاه بسبب دوت انك مش لاقي مكان تصلي فيه لا انا دلوقتي الحمد لله بتوضى بنفس هدومي، بصلي في اي مكان، مرتاحه نفسيا. بالعكس حاسه ان ربنا فتح عليا اكتر. الحجاب ما عطلنيش خالص، العكس تماما. شغلي بقى احسن، حياتي في البيت بقت افضل. لا الحمد لله. يعني انا مقتنعه ومبسوطه. لو بنتك دخلت ريل استيت تقدري تخليها تشتغل، وايه النصائح اللي تديها لها؟ لا لو مش هخليها تشتغل خالص. لا خالص والله. ليه؟ عشان عايزاها تبقى مرتاحه تبقى اكتر. احسن. طبعا عايزاها تبقى احسن اكيد. هقول لك على حاجه، هو انا قطعت قد ايه من حياتي وصحتي وحياتي الشخصيه ايوه بس في مقابلها عشان في اوصل فلوس. عشان سيبك من الفلوس بقى، احنا قلنا ليه؟ طب الرزق ما هو بتاع ده ربنا. ما هو برضه في الاول وفي الاخر بالانس، اي حاجه اشتغل في الدكتور التوازن. على فكره هتكسب فلوس اكتر لا، مني. مين قال لك كده؟ في دكاتره كتير قوي ما بيكسبوش اكتر مني. لا بس في دكاتره بتكسب، بس مش كلهم. اكسبشن. وبتوع الريل استيت برضو على فكره مش كل الناس بتكسب. لا بس بنتك هتكسب. ليه؟ عشان هتبقى شاطره زيك. لا مش عايزاها تكسب زي انا بقول لك الحقيقه، مش عايزاها تبقى شاطره زي لا في الاول في الاخر هو في جينات. في الاول بص في الاخر خلينا نقول حاجه. هي اصلا طلبت وانت قلت لها لا. لا انا بنتي لسه صغيره، يعني لسه في المدرسه، لسه ما بس وصلتش المرحلة دي. سيبيها تجرب. في الاول في الاخر لو هي نجحت تجربه، يعني مش قصه. بس اقول لك حاجه، يعني انا لما بدات سيلز من ربع قرن لا المجال كان مختلف والناس عامه كانت مختلفه هو انا بقول لك تدخل التمثيل في ايه؟ لا احنا بقى الموضوع عندنا سحرتي. خلينا صعب قوي. لا والله لا خلينا واضحين. يعني انا بالنسبه لي الموضوع النهارده، انا لو انا كرشه صبره بشتغل بياعه دلوقتي انا مش هسلك.
انا مش هعرف اسلك معاهم. لا بتهيألي فبنتي كيوتة يعني، مش ان شاء الله تبقى دكتوره مهندسه، حد مفيش حد بقى يسعى كده تقعد كده في التكييف تقولي ان ما احنا قاعدين في التكييف اهو. انا لا متلج مين قال لك أصلاً. كده؟ البياعين بيتعبوا جدا على فكره، مع احترامي الشديد أنا بياع ليهم أهو. كلهم. بص، ما احنا مش عايزين نقارن تجربتنا الشخصيه بالاف الشباب. في شباب كتير جدا بتقعد بالسنه ما تبيعش، بتصرف على الشغل، وشباب كتير جدا بنات وولاد بينزلوا المواقع في الحر وفي البرد. احنا النهارده قاعدين في المكاتب. هو انتوا السيلز اوفيس بتاعكم فيه كام سيلز؟ انا حاليا عندي 30 وبزود التيم. انا عندي 2 سيلز اوفيسز يعني. عندي طب ال 30 دول فيهم حد ما باعش لحد النهارده؟ في. لا والله. طبعا في حد عامل تريبل تارجت، في حد يا دوبك جايب التارجت. ارزاق، هي ارزاق اجتهادات. هو بص، انا عامه عندي سلوجن كده ماشيه بيه من زمان قوي: السيلز يساوي توكل ثم اجتهاد. دايما لما بعمل سيشنز للبياعين وبنقعد نتكلم مع بعض، حبايبي طبعا هم سبب نجاحي، البياعين رقم 1 يعني. فبنقعد نتكلم ونتبادل خبرات بعض وهكذا. انا بياعه، انا بياعه، انا رشا صبرا بياعه حتى الان. بتبيع لنا اهو. انا بياعه، لا انا بجد انا بياعه، انا افتخر، انا بياعه وافتخر. عندك يعني تالنت يعني انت بشوشه لابعد الحدود. ربنا يخليك بجد والله، وهو ده اللي مصغرك والله. يعني انا ما اتوقعش ان انت بقالك 20 سنه في الماركت، اكتر من 20 سنه. دي حقيقه يعني. انا وقتي خلص والله ما حسيت بيه. بس انا عايز منك نصيحتين: نصيحه تقوليها لشركه بروكر اللي هي شركتي، ونصيحه تقوليها للبرنامج. لازم نشتغل مع بعض. دي اول احنا نصيحه. كده هنشتغل مع بعض. دي نصيحه لشركه بروكر انت شايفاها في الماركت دلوقتي، الماركت شكله عامل ازاي وبيتغير ازاي. تاني حاجه، رايك في البرنامج بعد ما قعدتي معايا، ايه اللي ممكن نطوره في البرنامج؟ والله انا ما حسيتش بالوقت، احنا فعلا بقالنا فتره طويله بنسجل يعني. انا كنت يعني ما قالت لي المعده ان احنا نقعد حوالي من 50 ل 60 دي، قلت ايه هنقول ايه في ايه الوقت يبقى طويل قوي. بس فعلا انا ربنا يخليك والله، ده عشان برضه لا هو بص، لا بس انا اللي بيقعد معايا انا يعني الحمد لله لما بيكون كلامه طالع من القلب بسيب، يعني ما بتدخلش، لان هو كده كده هيوصل للمتلقي. فحتى ايا كان المتلقي هو صغير كبير، هو هيحب يتفرج عليكي، لان انت فعلا بتقولي الكلام سلس، مع ان ممكن اقعد اتعب مع حد كتير جدا جدا ان هو يديني نصيحه. وفي الاول في الاخر انت مش واخده الموضوع اتيتيود حياتك. يعني انا بالتصنيف في الاخر انت عندك اكسبيرينس وبتبقى سهله الممتنع، وده شيء صعب جدا. مش عارف حد قال لي كده قبل كده ولا لا، بس انت فعلا تعبتي ان انت توصلي في البوزيشن ده. في ناس كتيره جدا ممكن تاخدت البوزيشن كده وهو اصلا ما يستاهلوش. فعلا انت بتقولي بالنصايح عادي. ايوه انا تعبت جدا، لان زي ما قلت لك كنت ام وزوجه يعني عندي بيت وحياه. انا بروح من البيت ابقى ست بقى الام وكده، ونذاكر ونروح التمارين وكل حاجه، وانا في نفس التوقيت سواء كنت سيلز او سيلز مانجر او سيلز دايركتور او رئيس قطاع تجاري CCO، كل دول، وكمان طالبه والنهارده محاضر. فانا كل يوم سبت مثلا عندي يوم جدو. مليان. انا بروح يوم السبت ده ادرس، وعلى فكره ما بكسبش منها فلوس كتير عشان انت عملت لا خالص على فكره مش فلوس، بس انا حابه ان انا ادرس لطلبه الماجستير مديول معين. انا بلاقي نفسي ده يمكن الايه الانترتينمنت بتاعتي بتاعت طول الاسبوع، ومن الحد للخميس في الشغل والجمعه بتاع الولاد. فطبعا حياتي زحمه جدا، ده ما وصلتلوش بسهوله، حباه وراضيه الحمد لله. انصح طبعا كل الشباب الصغير البياعين طبعا حبايبي، يعني هو لازم يحب الشغلانه. انا بحبها قوي، معلش اشتغل اي حاجه غيرها ومش هشتغل حاجه غيرها، يعني هطلع على المعاش منها على طول ان شاء الله. ربنا يديك الصحه وتكملي. سيلز توكل ثم اجتهاد. يعني ايه توكل؟ يعني انا نزلت من بيتي، دورت عربيتي او ركبت الميكروباص واتيفر انا رايح الشغل ازاي، دخلت المكتب وقعدت، فانا قطعت شوط، انا توكلت على الله ونزلت وقلت يا رب عشاي عليك، اجتهد بقى، ما اروحش المكتب اقعد ارغي مع زمايلي، اقلب في الريلز، اضيع وقت عشان ابصم واخد مرتب. لا، شوف لك شغلانه تانية. تبياع يعني تبقى بتجري ورا التارجت لغايه لما تجيبه في تلت الشهر الاولاني، وبعدين تتعلم بقى، تقعد على التيبل، تاخد وتدي كده مع العميل وانت مرتاح، تعرف ازاي يعني انا مثلا طول عمري وانا بياعه وانا سيلز مانجر، وانا في اي وقت كنت بقعد اون تيبل، انا عندي جيم مش هكسب كام من الديل. يعني ممكن ديل يدخل لي فلوس كتير بس ما احسش ان هو كان ممتع،
ببقاش مروحه مبسوطه. وممكن العكس، ديل تقيل قوي واستنزفني على بال ما خلصته، وفلوسي منه ما بصلهاش هي قد ايه، بس مروحه اموانر. انا اتعلمت حاجه، فانا عايزه البياعين يثقلوا، يتعلموا. وانا مش عايزه الناس تمتهن الريل استيت. طبعا عشان انت سؤالك ممكن يزعل مني ناس كتير قوي في موضوع بنتي دي، لا انا بحترم المجال جدا، بس انا نفسي بنتي تكون مرتاحه، لان شغلانتنا صعبه جدا ومش هيوصلها وينجح فيها غير اللي هيتعب قوي، وانا مش عايزاها تتعب. بنتي الوحيده، فعايزاها ترتاح تبقى قاعده كده. كل حاجه للبرنامج بقى، مش كل حاجه لبنتك. برنامج جميل جدا. لا احنا عايزين نطور. لا كمل. على نيتكم ترزقون، طالما انت نيتك انك انت تفيد الزملاء وتقدم رساله من خلال البرنامج بتاعك. يعني انا ولا خدت منك فلوس ولا انت خدت مني فلوس، احنا طالعين محبه في المجال نتكلم عنه، فده شيء جميل. وقتك ومجهودك ودانك اللي بتوجعك من الناس اللي بتقعد ترغي زي كده موضوع تاني. فلا لا بس انا استفدت والله، ربنا يخليك يا سحر. هتستفيد اكتر بقى لما تمضي معايا، لان انا عندي لونش يوم 1/9 هنسكن. قولي لهم ايوه كلكم هتستفيدوا يا جماعه. اي حد في الريل استيت من مجال سحرتي باشا، شركته او الشركات المنافسه، كلموني يلا نمضي مع بعض. انا داخله باسعار تنافسيه جدا وطرق سداد مش طبيعيه في قلب التجمع في الاندلس 2، جنبي منافسين. ده اعلان ده جنبي ده اعلان جامد قوي. ده هناخد عليه فلوس. عندي اسعار، عندي 100 شهر 15% مقدم، خصم 15% لللانش، و100 شهر بدون فوائد. ده فتره اللانش بس. كلموني بسرعه ويلا نمضي. انت كمان خلي رجالتك تعمل معايا ميعاد ونشتغل، وان شاء الله ربنا يكرمك يا رب، واسمع عنك كل خير، وهجي لك السيزون الجاي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا. كنت حن بفلسها والشغل سهل استحوذها. عشان مصدرية الإعلام بس فعلا باين في كل حتة. كل حتة هاي ستوب جيت ستيب إليت ستيب إليت. عادي كده بقى من الأول. نخش نعمل لقطة في المجال ده سهلة، مش حكاية مش رواية. تعبنا زميلي بس لسه مش كفاية، صعب توصل بس اللقطة في مستوايا. وانت لفستك من البداية، احنا المجال مجالنا تشوفنا بس حتى في المجلة واجهة وعارفين مقامنا، عاملين حساب مجالنا. مش فاضيلك للكلام ده ومش بطيئك مش بجاملك، فكك من أملنا بكرة لا مفيش مكالمة. ويت معايا بالك ديل على الويت. عندي ديل كويس لو مكانك.